مساء الخير بنات او صباح الخير وقت ما تشوفوا الفيديو. نتمنى تكونوا لاباس. الصلاة والسلام على رسول الله. جبت لكم اليوم وصفة سهلة وسريعة لزلابية المخارق او المخارق، وصفة ناجحة من اول تجربة. نروح الى مقادير الوصفة. عندي شوية ملح، فنجال صغير زيت المائدة، عندي فنجال فارينة وفنجال سميد ناعم، غرفة كبيرة تاع خميرة الخبز. انا تاعي تاع السكر تكون شوية كبيرة، ولا كان كيلتي بكأس وليد ديري المغرفة تاع الاكل اللي ناكلو بها العشاء، ديريها مغرفة كبيرة خميرة الخبز. انا حطيت الفارينة او الدقيق الابيض وزدت عليه السميد الرطب. انا هنا جبته من الساشي ديريكت، ما نحيطلوش الحرش بيسك رطب بزاف. زدت هنا الفنجال الصغير تاع الزيت، وزدت الكمشة تاع الملح باش ما تجيناش زلابية المخارق مسوسة. شوفوا الكمية تاع الخميرة تكون كمية مليحة باش تجينا الزلابية تاعنا منفخة وملحمة. نخلط الكل معا. شوفوا الترميلة تاع التبساس تاع السميد كيفاش مع الفارينة او الدقيق الابيض. انا هنا انتبهت باللي ما راكمش تشوفوا مليح، بدلت حطيت في القصعة باش تشوفوا الصورة مليح. شوفوا التبساس تاع العجينة تاعنا كيفاش يكون. دركا نجيبوا الماء الدافي، دفوا الماء. عندي هنا فنجال اللي عبرت به الفارينة والسميد، نعبر به الماء ونحط بالعقل، نبل بالعقل ونخلط ونشوف. لاباط هذه لازم تكون شويه جاريه بيسك علاه نديرو حساب السميد تاعنا او السميد تاعنا او دقيق القمح يشرب لنا الماء باش ما تجيناش مشققه ويابسه. تسمى انا كملت هذاك الكاس كومبلي. الا درتو بالكاس وليد عبرتو به المقادير كامل، زيدوا عبروا به الفنجال او الكاس تاع الماء، عمروه كامل وحطوه كامل على مراحل. انتي تخدمي وتطمي فيها وتشوفي كيما ظهر لك في الاول، تبان لك في الاول راهي جاريه، مي هي راهي مليحه. دركا شويه تصبري عليها شويه تلقايها نشفت كامل. الفارينة والسميد راهم شربوا السوائل كامل. شوفوا بعد ما خليتها ارتاحت كيفاش شربت الفارينة والسميد، كيفاش شربوا لي السوائل وجاتني طرية ماشي جارية كيما شفتوها في الاول. دركا نروحوا نشكلوا الزلابية تاعنا. صدقوني هذه الوصفة لو كانت تطبقوها بحذافيرها راح تنجحوا في الوصفه تاعكم، في الزلابيه تاعكم وتعتمدوها مدى الحياه. شوفوا نحبلوها نديروها حربوش صغير، نقطعوها في الاول الى كريات صغيره ونديروها حربوش صغير ونبسطوه كما راكم تشوفوا في الصوره. نحاولوا نسقموا الحواف تاعها باش تجينا الحبه متحوفه، ونثقبوها 3 ثقب كما راكم تشوفوا في الوسط. نعاود نفتح لكم وحده تانية باش تشوفوا. دركا درتهم ندير كميه من الكريات باش يجوني سهلين، نسهل على روحي شويه باش نزرب في الفيديو. دركا نجي نفتح لكم وحده تانية باش تشوفوا المراحل تاعها، نبسطوها كما راكم تشوفوا، ونسوي لها الشكل تاعها في الحواف باش اي حاجه مشققه نغلقها ونثقبها 3 ثقب في الوسط. صدقوني هذه الزلابيه بزاف بنينه وراح تستغناو عن الزلابيه تاع برا في شهر رمضان الفضيل. نتمنى تجربوها وتدعوا لي بالخير. كما راكم تشوفوا راني نعاود نفتح وحده اخرى. اذا عجبكم محتوى قناتي نتمنى تدعموني في القناه وتشتركوا فيها وتديروا جيم وكومنتار وتبارطاجيوها مع احبابكم وصحابكم.
كما راكم تشوفوا الكميه راني نخدم فيها. اذا جاتكم مشققه من الفوق بزاف، اقلبوها وعاودوا لها تقبوها كيما درتها انا هكذا، وخلوها ترتاح حتى تطلع شويه باش نقلوها. بعد ما كملت الكميه تاع الزلابيه تاعنا كما راكم تشوفوا، شوفوا الكميه الله يبارك، جاتني 11 حبه. في العبار تاعنا تاع الفنجان جاتنا 11 حبه. بعد ما طلعت لي الزلابيه تاعي خليتها حوالي 20 دقيقه ولا هكذاك. كي طلعت لي جيت نقليها. لازم يكون الزيت سخون مليح، شوفوا كيفاش لازم يكون الزيت سخون باش الزلابيه تاعنا تمتم تطلع لك. انا هنا راني كنت نحط فيها بالحبه، بصح نتوما كمبتدئين ديروها بالحبه وطلعوها بالحبه حتى تحمر الحبه الاولى تاعكم باش تزيدوا. انا هنا راني موالفه بها، نحط بثلاث حبات ونقلي. شوفوا في المقله تاني زاد الحجم تاعها، لازم الزيت يكون سخون مليح باش الزلابيه تاعنا تجي مفخفخه وطالعه. وقعدوا ضربوا لها الزيت كيما الخفاف تاعنا او السفنج، قعدوا تضربوا لها في الزيت من الفوق حتى تحمر شويه وتتماسك. وما تقلبوهاش حتى تولي شاده روحها من التحت باش ما تعذبكمش كمبتدئين. الا كنتي موالفه الطياب وهذاك نورمال لقيتيها شدت شويه روحها عاودي قلبيها، ولا كنتي مبتدئه خليها حتى تحمر لك من تحت شويه وقلبيها. كما انا هنا راني موالفه بها، راني نسايسها شويه ونقلبها نورمال عادي. نتمنى تجربوا هذه الوصفه في رمضان او في حتى ولو كي تكوني سخفانه عليها هكذا ديريها في دارك وفرحي بها وليداتك. كما راكي شتي المقادير بسيطه والكميه قليله، درت لي 11 حبه. الا كنتي في العائله كبيره زيدي العبار، ديري بكاس والده حيخرج لك خيرك يا ربي. اعتمدوا هذه الوصفه ما راحش تندموا عليها. نتمنى تجربوها وتحطوا لي في لي كومونتير واش رايكم فيها. برك كما نقولوا تقيدوا بالمقادير والملاحظات تاعي باش تنجح لكم من اول تجربه. انا هذه الزلابيه نديرها دائما في الدار، برمضان ولا بلا رمضان يحبوها بزاف في الدار عندي. سما كي نديرها ما تبقاش حتى ولو حبه الغدوه الصباح، تجي بنينه بزاف. بعد ما حمرت لي الكميه تاعي، شوفوا كيفاش لازم تكون حمرة مليح باش تجيكم شابه وما تجيكمش معجنه لداخل وتجيكم طايبه. لازم هكذا وتكون كيما تاع تكون شويه طايبه مليح كيما هذه. مع كي تزيدوا تحطوها في العسل راح تزيد تحمر لكم. نجي نحي الحبات من الزيت نقطرها مليح ونحطها مباشره في العسل وهي سخونه. العسل لازم تكون بارده وثقيله كما راكم تشوفون تاعي ثقيله بزاف. نسيت عليها في الفريجيدار كي جيت نخدم نقليها لقيتها شغل بارده بزاف. مي نورمال راهي مليحه. دركا مع كي نحط الحبات كامل راهي تطلق روحها. الدور تاع العسل لازم يكون بارد باش ما تجيناش معجنه وتقعد اللمعه فيها، ولازم تكون ثقيله ما تحطوا لها حتى اضافه باش ما تجيكمش الزلابيه طريه. كما راكم تشوفون نحط فيها من الفوق، ندير عليها العسل من الفوق بالملعقه. دركا نعسلهم كامل كما راكم تشوفوا. نحي الاولين شغل الصحن تاعي شويه صغير، نحي الاولين اللي حطيتهم
ما تخلوهاش تطول بزاف، كيما تشرب مده 5 دقائق هكذاك وهي في العسل تنحيها. حطيها في صحن التقديم مباشره. قطريها من العسل، شوفي كيفاش اللمعه اللي فيها ما شاء الله، حتى طيابها جا ماشي حمر بزاف محروقه، ومش ما شاء الله جات هايله. والذوق تاعها ما نحكي لكمش، بنينه بزاف رغم بساطه المكونات تاعها، بصح ما نحكي لكمش البنه تاعها. ان شاء الله تجربوها وتحطوا لي في لي كومونتير واش كيفاش جاتكم. نحي الكميه تاعي اللي عسلتها من العسل، ونكمل الكميه اللي ما زالت لي باش نقليها. ما شاء الله الكميه جاتني الله يبارك كبيره. راني نكمل في التعسال تاع زلابيه المخارق تاعنا. شوفوا العسل كيفاش راهو كي عسلت فيه بزاف الزلابيه راهو طلق. بعد ما كملت التعسال تاع الزلابيه تاعنا والقليان، شوفوا الكميه اللي جاتني ما شاء الله، من كميه بسيطه تاع السميد درت هذه الكميه الوفيره ما شاء الله. دوكا نجي نقسم لكم الحبه، شوفوا من برا مقرمشه ومن داخل طريه. شوفوا العسل كيفاش شاربه حتى للقلب تاعها. انا هنا راني ندوق لكم فيها، جات البنه ما شاء الله. هذه هي الوصفه تاعنا لنهار اليوم، نتمنى تجربوها. الى الملتقى ان شاء الله في وصفات اخرى.